تنعتبر بأنه يعني أنا بالنسبة لي تنعتبر واجب باش نحضر، لأن الدور ديالي كيخصني نتفاعل مع جميع يعني الشرائح ديال المجتمع. باش نرجعوا للإقليم ديالنا، الحقيقة الإقليم ديالنا عنده واحد المجموعة د الخاصيات، اللي كتخلي أنه فعلا الوضعية ديالو ما كتفرحش. الحاجة الأولى تيسميوه لا بروفانس دي تروازيت، فيها زمور ها زيان ها زعير، وشي ما كيتلاقاوش، شي كيحارب شي، وهذه راه كاينة ومعروفة. هذه الخاصية الأولى. الخاصية الثانية محطم الرقم القياسي في عدد ديال رؤساء الأحزاب. الإقليم الخميسة تيجي تحبط تلقاو أكثر من 5، واللي كما قال السيد الرئيس كاين الهدف الأساسي هو كتطغى عليه المصلحة الذاتية والمصلحة الشخصية، كل واحد خصو يكون هو سميتو. وهنا غادي نرجع للقضية ديال علاش الناس تيختاروا هذا، كيهمو المقاعد، تيهمو يحكم. إذا منين يشوف واحد السيد راه غادي يجيب المقعد يعطيه التزكية باش يجيب المقعد باش يشارك به في الحكومة، باش يجيب به الأغلبية. إذا هذا مسألة جيتوا بواحد المجموعة من النقاط مشكورين. كاينه خاصية أخرى اللي غادي نقدر نزيدها، الخاصية ديال الإقليم. حقيقة اللي نقدر نقول بأن العمال اللي دازوا من هذا الإقليم كانوا كيجيو غير باش يكونوا قراب للرباط، ماشي باش يخدموا. تيكون عنده سمية كتخلع وتيجي هنا غير باش يكون قريب. الأولى إذا ما تيعير أي اهتمام للشأن ديال الإقليم. وثانيا حتى المصالح الخارجية تشتغل كما بغات، ما كاينش اللي كيحاسبها ولا كيراقبها. أنا فات لي اشتغلت رئيس مصلحة وكنت في واحد الإقليم وتنعرف العامل كيفاش كيتعامل مع المصالح. حنا رؤساء المصالح لا تقوم بواجبها بتاتا. أنا ما تنقولها وراه قلتها في البرلمان في لجنة الداخلية، بأنه إلا جينا نشوفوا المرافق ديال الدولة اللي موجودة في صعيد الإقليم 90% ما كتشتغلش، وحتى إلا اشتغلت كتشتغل بواحد الطريقة. عندنا في ولماس مثلا تنلقاو المستشفى مسدود، المركز الصحي مسدود، دار الشباب مسدودة، النادي المشبي مسدود، ما كاين حتى حاجة. إذا هذا المواطن هذا إلا لقى شي حاجة باش ينوض راه ينوض، لأنه كاين أسباب اللي كتشجع. وراه كيما قلت أنا المواطنين يعني زعفوا من هذه الوضعية، يعني هنا فين ما مشاو ما كاين، لأن حنا ما وضعناش في صلب الاهتمام ديالنا المصلحة ديال المواطن كما كيتعمل فيه الدول الأخرين. هنا المواطن هو آخر حاجة باش نكونوا واضحين. في الحقيقة غادي نرجع ربما ما فيها بس حتى أنا نقول لكم شي شوية. نتوما هضرتوا على الجمعية، وحتى أنا كيفاش قاعد تدخل في السياسة اللي ما كنتش معها حتى علاقة. هو البلاد أنا كنت خدام مع راساتي من برا، ما خاصني والو. آخر يعني منصب كان عندي كان مدير مركزي ديال المصلحة العقاري، كنت مهني مع راساتي. ولكن ملي كنمشي للبلاد يعني زعما تجي مريض منها وما تقدر تعرف حتى لا صاحبك تقول ليه اجي عندي. هو بقات شي شهرين للبرلمان باش نكونوا شهرين ولا شي حاجه بحال هذا الشكل. وشي عندي واحد الصديق تنذكرو دائما وما بغاش نقول كاع سميتو، حتى هو اللي شجعني بزاف، قال لي والو خصك تزيد. زدنا والمسألة تعرفوا المنطقة كان داكشي انتقامي، كان تصويت انتقامي ما تعرفونيش. بطبيعة الحال ولات عليا واحد المسؤولية كبيرة، وما كنت نفكر لا في جماعة لا والو. ولكن فاش وليت برلماني عاود عييت ما نغوت، عييت ما نبح، ما قضيت والو. باش نهضروا بصراحة كنمشي للبلاد تيقول لك راه وعدتينا باش تجيب لنا الضو، وعدتينا باش دير لنا. كنمشي عند الناس الجماعة راه تيقول لك واخا تما عاود قلت الفوق خصني نترشح الجماعة، لأن الجماعة هي اللي غادي هي الوسيلة باش يمكن تحقق شي حاجة للمنطقة. فعلا باش ترشحت الجماعة وثاني كان عندي نسبة قليلة باش ناخذ الرئاسة، ولكن ربي
ولكن ربي زعما سهل، كما تنقولوا دائما ربي سهل ربي سهل ربي سهل. كانت الظروف كانت الى اخره، ولكن الحمد لله اليوم درنا شي حويجات، ولكن باقي خاص بزاف ما يدار. بارابور لا فيزيون تاعك بيان سور، لحقاش داكشي اللي كتفكر فيه كله ما يمكنلكش ديرو، لانه المجلس الجماعي الا كنتي خدام بوحدك ما يمكنلكش دير شي حاجه، خاصك ترافاي بالجروب. هضر سيد الحاج على الفريق، خاص يكون عمل ديال الفريق متكامل، ما يخصش يكون فيه واحد بوحدو راه ما يقدر يدير والو. اذا كاين مشكل، وهنا غادي نرجع انا باش ما نطولش بزاف، ربما غادي يكونوا الاخوان غادي يسولوا. باش ما نرجعش شويه، انا تندير واحد المبدا اساسي، كل واحد كيما بغى يخدم المصلحه ديال المنطقه هي الاولى. انا تنحطهم جميع الحواجز اللي باغا ندير معاه يد باش نتعاونوا. يعني هذا انا يمكن هذا غادي تسولوا الاخوان كاع حتى البرلمانيين ديال الاخرين، عندي معاهم علاقه بما فيهم السي بن حمو، يعني عندي معاه علاقات طيبه جدا، ويبغوا درنا باش نتعاونوا جميعا، وكنظن بانه هذا مجال غادي يمكن نتعاونوا فيه. انا تنظن المجلس الاستشاري الاقتصادي هذا كيظن خص في الجمعيه يكونوا واحد المجموعه ديال اللجان الموضوعاتيه، كاين اللي مكلفه بالاقتصاد وهذا، وغادي نديروا واحد خصو يكون تابع للجمعيه. وتعرفوا اليوم بانه المجتمع المدني طبقا للدستور الجديد عنده الحق يدير مقترحات لتغيير قوانين. انا من جهه اخرى، انا الى عندكم شي حاجه اللي تبان لكم الى التغييرات غتكون في مصلحه المواطن مستعد. وغادي نقول غير واحد الانجاز صغير دار وكيطبق في المغرب كامل، وكنت انا من الوراء ديالو، هو هادشي ديال الملكيات. 3% كانت كتخلص 6% في التسجيل، دابا 3. هذا المذنب هو اللي كانوا يقترحوا في اللجنه الماليه منين كان مزوار ديك الساعه وقبل، ودابا راه تيطبق في المغرب كامل. اذا هذا شرف للديره كامل. تسجيل الملكيه، ملي تبغي تصاوب الملكيه ديال الملكيه خاصها التحفيظ ولا غير الملكيه ديال الارض، دير ديك 12 سنه كتخلص 3% عوض اذا تيتخفض. وحاليا راه خدامين على واحد التعديل اخر قدمته المره الفايته، ما قبلوش وزير الماليه ولكن ما فهموش، ولكن دابا وجدت ليه واحد لافيش عطيتها ليه، راه تيخدموا باش يجيبوه في القانون المالي الجديد، مشروع القانون اللي هو تيهم هاد الفلاحه. هو هاد الناس اللي كيكون عندهم داك الفرق في المساحه في المحافظه، واحد عنده ملكيه ديالو فيه بالعبره ولا بالقامه ولا بالمود ولا بهذا، تيمشي للمحافظه تيقول له شحال عندك من هكتار، تيقدر تيقول له 4. منين تيخرج التصميم تيكون عنده 8، تيقول له هذا الفرق هذا منين جاك، خصك تجيب لينا. وتيبقى مسكين معلق، تبقى موقفه ليه المسطره. درنا باش يديروا لهم واحد الراس مقار يمكن 500 درهم، ويعاود داك الشيء وتصاوب ليه غير استمرار اخر. هذا راه مهم جدا. انا عرفت يمكن حسبت لهم ديك الساعه واحد 100 حاله فيها واحد 5 المليار، فيهم الدوله راه ضايعه على 5 المليار. ومؤخرا جاء عندي الوزير ديال هذا الازمي جا كيقلب عليه قال لي عافاك داك التعديل اللي عطيتينا ما فيهوناش، عطيني ديت ليه لافيش راه خدامين عليه. يعني باش نقول لكم كاين شي حوايج ربما ما تيبانوش. حيت الطوبوغراف سمح لي قادر حيت الميدان ديالو واسع الشعب، هذا كنعرفو. هي كاين من دار اقتصادي عاود نشوفوا. دابا انا بالنسبه لي اللي كيجيني شي واحد بشي حاجه ما تنعرفهاش تيشرحها لي، كنمشي كنقدمها، مره يجيب الله التيسير مره ما يجيش. غير باش انا عندي الاقتراح اللي عندي هو هذا، هو حنا يمكن الا بغيتونا نخرطوا في الجمعيه ديالكم حنا موجودين. الاولى. الحاجه الثانيه اعتبروا بانه زعما رهن الاشاره ديالكم، اي حاجه تشوفوها هي المصلحه ديال المنطقه ديالنا هي الاولى، مصلحه البلاد بصفه عامه. اذا حنا تنظن بانه يكونوا لجان موضوعاتيه يديروا واحد 3 المواضيع ولا 4
مهمين. سوسيال. اي باش اي ومنين نحتاجوا شي واحد نعيطوا ليه. كاين هذا الشيء ديال الصحه، كاين هذا الشيء ديال ومادام ان الجمعيه غادي تكون قوه اقتراحيه غادي تقدر تجيب واحد المجموعه د الحوايج. كاين حاجه اللي تمرر هي بنفسها، وكاين مسائل اللي تعطي للبرلمانيين، اعطي للشروع، اعطي لبن حمو، اعطي الى اخره، ما كاين حتى مشكل. اذا هذا. وحاجه ثانيه بغيت باش اذا كان ممكن حنا نحددوا واحد الاشتغال. الاشتغال حنا غنشتغلوا على طول، غير كاين مسائل اللي بالاولويات، المدى القصير، المدى المتوسط، والمدى البعيد. نوجدوا واحد سميتو يكون عندنا واحد خريطه الطريق كما قال السيد الرئيس. اذا سميتو هذا هو المساله اللي. الحاجه الثانيه هو انه الاقليم ديالنا بدل كاين شي حاجه اغلبيه الحوايج درناها على راسنا، شي ما درنا حتى والو. قلنا كما قلتي سير ديال الجماعات لا يرقى الى